تخيل للحظة أن هناك شيئا بسيطا للغاية، لكنه قوي بشكل لا يصدق، ومع ذلك يتجاهله معظم الرجال دون أن يدركوا أنهم يتجاهلونه. والغريب في الأمر أن الرجل عندما يفهم هذا الشيء أخيرا ويبدأ في العيش وفقه بصدق حقيقي، يحدث تحول داخلي كأن مفتاحا خفيا قد انقلب في طريقة تفكيره وطريقة ظهوره أمام العالم. والأغرب من ذلك أن كثيرا من الرجال قد يعيشون حياتهم كاملة دون أن يكتشفوا هذا السر أبدا. فهل أنت واحد منهم؟ إذا كنت لا تزال تستمع الآن فهذا يعني في الغالب أنك لا تريد أن تكون ضمن تلك الأغلبية التي تمر على الأفكار العميقة دون أن تتوقف عندها. أنك تبحث عن شيء أعمق من مجرد نصيحة عابرة أو حيلة سريعة. دعني إذن أحكي لك قصة توضح هذه الفكرة من جذورها. الأمر ليس عن حيل أو تصرفات استعراضية تجريها أمام الناس. الأمر عن تغيير داخلي هادئ يبدل الطريقة التي تظهر بها في العالم، ويغير الطريقة التي يستجيب بها الآخرون لوجودك، وخاصة النساء. هذا التغيير لا يرى من الخارج بسهولة في البداية، لكنه يحس قبل أن يرى. الناس يشعرون بالفرق في طاقتك قبل أن يلاحظوه في كلامك أو تصرفاتك. كان هناك رجل يدعى ماركوس. شخص عادي لا شيء لافت فيه على السطح. مثل كثير من الرجال، كان يعاني باستمرار من قلق خفي لا يفارقه. كان يقلق من نظرة الآخرين إليه. يبحث عن القبول في كل مكان، في المجاملات والاهتمام والتقدير. كان يظن أن هذه الأشياء ستجعله يشعر بالاكتمال والرضا عن نفسه. لكن مهما حاول ظل يشعر بأنه غير مرئي وغير مقدر، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالنساء وبالاحترام الاجتماعي الذي كان يريده من عمق قلبه. في أحد الأيام حدث شيء مختلف في حياة ماركوس. ليس بسبب فيديو تحفيزي مشحون بالموسيقى الحماسية، ولا بسبب خدعة من كتب التطوير الذاتي التي تعد بنتائج فورية، بل لأنه صادف فكرة قديمة عريقة، فلسفة أثبتت نفسها عبر آلاف السنين وصمدت أمام كل اختبارات الزمن. تلك الفلسفة هي الرواقية. في البداية لم يفهمها جيدا. تساءل بعقله المنطقي: كيف يمكن لفلسفة كتبها أناس عاشوا قبل 2000 عام أن تساعد في بناء الثقة أو الجاذبية في حياة اليوم؟ ما علاقة أفكار قديمة بواقع حديث معقد ومتغير؟ لكن مع الوقت ومع تعمقه في مبادئها بدأت الأمور تتضح له بطريقة لم يعهدها من قبل. بدأ يرى العالم من زاوية مختلفة تماما، وبدأ يرى نفسه بعين أكثر وضوحا وأكثر رحمة في الوقت ذاته. الرواقية تعلم مبدأ بسيطا في صياغته، لكنه عميق جدا في تطبيقه الحقيقي. ركز على ما يمكنك التحكم فيه، واترك ما لا يمكنك التحكم فيه. توقف وفكر في ذلك بعمق حقيقي. معظم الرجال تقودهم مشاعرهم وردود أفعالهم اللحظية. يتصرفون بسرعة دون تفكير. يغضبون من أشياء لا تستحق الغضب. يشعرون بعدم الأمان في مواقف لا تهدد أحدا. يصبحون دفاعيين أمام أي نقد حتى لو كان بناء وصادقا. يقولون أشياء في لحظات الانفعال يندمون عليها لاحقا. ويحملون هذا الاضطراب الداخلي معهم أينما ذهبوا. والنساء يلاحظن هذا فورا بحدس واضح وعميق. يشعرن بعدم الاستقرار في الشخص المندفع المتقلب، وهذا الإحساس لا يبدو آمنا ولا جذابا بأي معنى من المعاني. أما الرجل الرواقي فيتصرف بشكل مختلف جذريا. لا ينهار عندما تسوء الأمور من حوله. يبقى هادئا حين يفقد الآخرون سيطرتهم على أنفسهم وعلى ردود أفعالهم. تخيلوا غرفة مليئة بالضجيج والناس يتجادلون والمشاعر متوترة والأجواء مشحونة. ثم هناك أنت، ثابت وهادئ كجبل وسط عاصفة لا تتزعزع. هذا النوع من القوة الصامتة يجذب الانتباه دون أي جهد واضح،
ويفرض هيبة لا تأتي من الصوت المرتفع ولا من الاستعراض المتواصل. والنساء يلاحظن هذا الثبات فوراً لأنه يجيب على سؤال جوهري في عقل كل إنسان يبحث عن الأمان: هل يمكن الاتكاء على هذا الشخص حين تصعب الأمور؟ قال ماركوس أوريليوس الإمبراطور الرواقي الذي حكم إمبراطورية روما وكتب في الوقت ذاته أعمق الأفكار الفلسفية الإنسانية: لديك سلطة على عقلك، وليس على الأحداث الخارجية. وعندما تفهم هذه الفكرة بصدق حقيقي لا بمجرد قراءتها وحفظها، تتبعها القوة تلقائيا. لأن القوة الحقيقية لا تأتي من السيطرة على الآخرين، بل تأتي من السيطرة على نفسك أنت. عندما تتوقف عن مطاردة القبول وتبدأ بالعيش وفق قيمك الحقيقية، يحدث شيء مدهش لا يتوقعه كثيرون. لم تعد بحاجة للاهتمام والتقدير من الخارج، لكن وبشكل متناقض تماما، يبدأ الناس في منحه لك بشكل طبيعي. ليس النساء فقط بل الجميع. لأن الناس تستجيب للثقة الهادئة بطريقة غريزية عميقة. الثقة الهادئة تشعرهم بالأمان، وكل إنسان يبحث عن الأمان في من يريد الاقتراب منهم. معظم الرجال لا يصلون إلى هذه المرحلة. يتفاعلون مع كل شيء بنفس الحدة والسرعة. تعليق سلبي واحد على وسائل التواصل قد يفسد يومهم بالكامل. يوم سيء في العمل يتحكم في مزاجهم، ويصبغ كل تفاعلاتهم بلون واحد قاتم. ويحملون هذا الإحباط معهم أينما ذهبوا ومع من يجلسون. فتتأثر بهم البيئة من حولهم سلبا حتى دون أن يقصدوا ذلك. أما الرجل الرواقي فيتوقف أولا. يأخذ نفسا. ويسأل نفسه سؤالا بسيطا لكنه تحويلي تماما: هل هذا الأمر يستحق طاقتي؟ وفي أغلب الأحيان تكون الإجابة الصادقة لا. وهذه القدرة على اختيار الهدوء بدلا من الفوضى، وعلى اختيار الاستجابة المدروسة بدلا من رد الفعل الفوري، هي في حد ذاتها جاذبية عميقة وتفرض احتراما حقيقيا لا يشترى ولا يستعار. والرواقية لا تعني كبت المشاعر أو التظاهر بالبرود والعدم. هذا سوء فهم شائع جدا يجعل بعض الناس يبعدون عنها قبل أن يفهموها حقا. الرواقية تعني التحكم في ردود الأفعال لا إنكار الأحاسيس. تعني أن تعرف متى تتكلم ومتى تصمت، متى تتحرك ومتى تترك الأمور تمر بهدوء. تعني أن تصبح ثابتا في عالم يحاول باستمرار أن يهزك ويزعزع استقرارك. وهذا بالضبط ما يجذب الناس ويثير اهتمامهم. الإحساس بالأمان، وبالنضج الحقيقي، وبالقدرة على القيادة الهادئة في المواقف الصعبة التي تكشف معادن الناس. بدأ ماركوس يطبق هذه الفلسفة يوميا في تفاصيل حياته الصغيرة قبل الكبيرة. ركز على أفعاله بدلا من آراء الآخرين في تلك الأفعال. توقف عن البحث عن التقدير الخارجي، وبدأ يبني تقديرا داخليا يصدر من معرفته بنفسه ومن التزامه بقيمه. وبدأ يعيش وفقا لنفسه لا وفقا لتوقعات من حوله. ومع الوقت بدأت الأمور تتغير بطريقة لم يكن يتوقعها. أصبح الناس يستمعون عندما يتحدث لأن كلامه حين يتكلم يحمل ثقلا حقيقيا ناتجا عن صمت مختار لا عن عجز عن الكلام. بدأت النساء يلاحظنه دون أن يحاول لفت الانتباه. لم يصبح أكثر ضجيجا أو استعراضا، بل أصبح أكثر هدوءا وأكثر حضورا في الوقت ذاته. وهذا الهدوء الواثق هو ما صنع الفارق الحقيقي في كل شيء. وهنا المفارقة التي يغفل عنها كثيرون ولا يدركونها إلا بعد فوات الأوان. الحقيقة غير المريحة هي أن معظم الرجال سيسمعون هذا الكلام ويشعرون بالحماس للحظة عابرة، ثم يعودون إلى عاداتهم القديمة بسرعة كبيرة. لأن التغيير الحقيقي يحتاج إلى قرار يومي متكرر، ليس قراراً واحداً يتخذ مرة واحدة. لكن إذا كنت لا تزال هنا حتى هذه اللحظة، فهذا يعني أنك تريد أكثر. تريد أن ترتفع فوق الضجيج.
تريد أن تكسب الاحترام الحقيقي لا مجرد الانتباه العابر. ابدأ بخطوات صغيرة واضحة وقابلة للتطبيق. عندما ترمي الحياة فوضاها أمامك، توقف. خذ نفساً عميقاً واعياً. واسأل نفسك السؤال الرواقي الأساسي: هل يستحق هذا الأمر طاقتي الآن؟ درب نفسك على هذا التوقف القصير كل يوم في المواقف الصغيرة قبل الكبيرة. لأن ضبط النفس في الأشياء الصغيرة هو التدريب الحقيقي على ضبطها في الأشياء الكبيرة. ومع الوقت ستصبح هذه الاستجابة المدروسة طبيعة ثانية فيك لا مجهودا تبذله. وإذا لامست هذه الفكرة شيئا حقيقيا في داخلك فلا تكتفي بالمشاهدة ثم تمضي كما لو أن شيئا لم يحدث. عشها وطبقها. كل خطوة نحو ضبط النفس هي خطوة نحو ثقة حقيقية تصدر من الداخل لا من الخارج. وقبل أن تغادر اضغط على الإعجاب واشترك في القناة، ليس لأن أحدا طلب منك ذلك بطريقة مصطنعة، بل لأن هذا قرارك النتفي أن تبقى قريبا من المحتوى الذي يدفعك نحو النمو الحقيقي. هذا ليس مجرد محتوى، هو إشارة. والسؤال الحقيقي الذي يبقى معك بعد كل هذا هو: هل أنت مستعد أن تستجيب؟